في حادثة مؤلمة جدا وأبكت الجميع، وفاة الطفل صهيب 14 سنة رفقة والده بخريصة رابح، والذي يبلغ من العمر 52 سنة غرقا بشاطئ أفنيش بولاية جيجل رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناتها، حيث دخل الطفل البحر للسباحة، ولسوء حظه التيار كان كبير لم يستطع الخروج وبدأ بالصراخ. راح والده يدخل مسرعا لإنقاذه، لكن مشيئة الله سبقته وأخذت الأمانة. الضحايا من بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، وتعازينا الخالصة لأهلهم ولذويهم، إن لله وإنا إليه راجعون.